الله حقوش أغوش زكاة بيصجت وبلن. أعزائي الطلاب، نتابع الآن الدرس الجديد، والحرف ما هو جديد، تابع للدرس السابق. على اليسار في جريدة مكتوب تحت غازيت، غازيت أو غازيت، جريدة بالتشركسي، غازيت أو غازيت، جريدة بالتشركسي. غازيت طبعا هاي كلمة لاتينية، لاتينية الأصل، إلى معنى بالتشركسي، ولكن ما بدنا نقول شيء ما حدا بيعرفه إلا بالتشركسي، معنى جريدة ومعنى واضح كمان. على اليمين الكلمات العليا فوق غزيتو، غزيتو، غزيت جريدة. الأو بعد الأسماء بيصير بمعنى اسم موصول الذي، الذي، غزيتو الذي. أدغى ماقا، أدغى ماقا، أدغى تشركسي ماقا صوت، أدغى ماقا اسم غازيت يصدر في مايكوب للأستاذ نهاد. أدغى ماقا. غزيت بما، غزيت بما، غزيت جريدة، ب كثير، ما اسم مفعول، مفعول به منصوب. غزيت بما في جرائد كثيرة، في جرايد كثيرة. غزيت بما، غزيت قلنا جريدة، ب كثير، ما اسم موصول بمعنى الذي. تحت عنوان الدرس مكتوب زجأمي تيجا، زجأمي تيجا. معلش نحن هنا بنغلط، منقول زجأتي تيجا، زجأتي تيجا، لا، والأصح زجأمي تيجا، زجأمي تيجا. زجأ، زجأ الكل، زجأم بصير هون اسم مفعول، اسم مفعول. والياء بمعنى وعطف. زجأمي كلنا، جمعنا، تيجا نقرأ، كلنا نقرأ. زجأمي تيجا، زجأمي تيجا. تحت الكلمات تقواجا دسم غازيت بو قرات خجأ. تقواجا، تي ضمير ملكية الشخص السائل أو المتكلم في حالة الجمع. تي خاصتنا، السي خاصتي، سي تي خاصتنا. تي قواجة، قواجة اسم قرية، قواجة قرية. تي قواجة قريتنا. دس معناته جالس ضمنه، دس جالس ضمنه. هنا بيجي معنى ساكن في القرية، دسمة ساكن في قرية. ما بيجي معنى الجمع، دسمة الساكنين في قريتنا. غازيت بو قرات خجأ، غازيت بو قرات خجأ. غازيت طبعا جريدة، بو كثيرا، قرات خجأ، قرات خجأ. قرا من فيه، من قراخ، يجلبون من
قرات جيج يقرؤون من، قرات خج يكتبون من. إذن كلمة قرأ سابقة بمعنى من، فيه، عن. قرات خج تخ معناته كتاب، يعني اكتب. تخ اكتب فعل امر، تخ وتخ. تخ فعل لازم، تخ فعل متعدي. اما اج اللي جاي بعد التخ من الداخل، ج قراج اج، قرات خج، قراغج، شيء من الداخل، يعني يصدر شيء من الداخل. قرات خجأ. إذن قرات خجأ يعنون الكثير من الجرايد، يكتبون الكثير من الجرايد من داخل القرية اللي في قرات خجأ. الكتاب عم بيكتبوا به القرية. تقواجة دسمة غازيت بو قرات خجأ، يعني كتير عم بيكتبوا صحف كتير يعني. إذن الجملة من عيدة تقواجة دسمة غازيت بو قرات خجأ. الساكنين في قريتنا عم بيصدروا مجلات كثيرة، يصدرون مجلات كثيرة. قرات خجأ بمعنى الإصدار، الإصدار الإصدار من قرات خجأ. تاتا الوالد، يعني تاتا الوالد. غازيتو، غازيت قلنا جريدة، غازيت جريدة. غازيتو الذي، تاتا غازيتو الذي بمعنى مثل اسم الموصول الذي. غازيتو أدغماقم يجا، الذي اسمه مثلا أدغماقة، أدغماقة ماقم يجا. أدغى تشركسي، يعني أدغى. ماقة صوت، ماقم بالصوت، يعني إلى الصوت، بمعنى اسم مفعول، بمعنى اسم مفعول أو اسم مجرور. أدغى ماقم يجا، يجا يقرأ، يجا يقرأ، يجا يقرأ. غازيتر، غازيتر ما يقواب قش دج. غازيتر، غازيت عفوا، هن بسموه شراكس غازيت وغازيت. إذا بترجع للكتب القديمة بتشوف مكتوب غازيت. هلا الكتب الحديثة صار يكتبوا غازيت. معلش نحن مثل ما بيقولوا كتابنا بنكتب غازيت غازيت. غازيتر ضمير الشخص الثالث المفرد. غازيتر ذلك الجريدة ما يقواب قشدج، ميقواب، ميقواب ما يكوب، يعني عاصمة الأدغي. ما يقواب، ميقواب قشدج. هلا نجي على كلمة قشدج. القاف إلا يحدد كلمة، يحدد اتجاه تنفيذ الفعل، اتجاه تنفيذ الفعل. قش، الش ظرف مكان، ظرف مكان. قشدج المكان الذي يصدر منه. مثلا قشي واغ المكان الذي قال منه. قشيجاغ المكان الذي درس فيه، إلى آخره. قشدج دج، دج الصدور، دج الصدور. قشدج يعني يصدر، يصدر فيه. ما يقواب قشدج يصدر في ما يقواب، يصدر في ما يقواب. غازيتر
المجلة هالجريدة أغازيتر ما يقاب قشدج. تلك الجريدة تصدر في ميقاب. قش يعني في المكان. الشين هون ظرف مكان، بيجي كثير بيوقع بالكلام الشركسي. طبعا بيجي السابقة يسبق جذر الكلام، سابقة يسبق جذر الكلام. قش دج أغازيتر ما يقاب قش دج. نانا عدغبشي سكر يجاس. نانا شو معنات نانا؟ نانا يعني أمي، الأم أو أمنا، أم نانا الأم. أدغى بشسكر، أدغى تشركسي. بشسة معناته قصص، بشسة قصص قديمة يعني. بشسكر حكايات، قصص بشسة. أما الخاء، الخاء للجمع والآر للتعريف. بشسكر القصص، القصص. نانا أدغى بشسكر يجاس. يجاس جاس حب، جاس حب أو جاس المتأخر، الأخير. يجاس هي تحب. مثلا أمي تحب القصص الشركسية. نانا أدغى بشسكر يجاس. نانا أدغى بشسكر يجاس. يجاس الياء هنا ضمير الشخص الثالث المفرد زي الشخص المفرد. يجاس جاس تحب، يجاس هي تحب القصص الشركسية. سري أدغاب زج أسيجة. سري وأنا أيضا، وأنا أيضا الياء هنا بيجي معنا أيضا. سري وأنا أيضا أدغاب زج أسيجة. أدغابز أدغى اللغة الشركسية. بزا له عدة معاني. بزا معنى لغة، بزا معنى راصور، بزا وتر، وتر. بزا بيجي معناته ضلع. شنبز مثلث، طنبز مربع، تفنبز مخمس، خنبز 6 أضلاع يعني مسدس إلى آخره. أدغاب زجأة، أدغاب زجأة. اجأة هنا بي، اجأة هنا بي. بزجأة اجا بعده قبله اسم. بزا اسم. أدغاب زجأة سيجة. وأنا أيضا سيجة أقرأ، سيجة أقرأ. سري أدغاب زجأة سيجة وأنا أقرأ باللغة الشركسية، باللغة الشركسية. أدغى أدغى شركسي. بزا لغة، هنا المقصود في لغة. جاء بي بواسطة بي سيجا وأنا أقرأ باللغة الشركسية. تحت هنا في وأدغاب زج ويجا، وأدغاب زج ويجا. وأنت أدغاب زا أدغى لنا شركسي. بزا لغة، هنا لغة. جاء بي ويجا، ويجا تقرأ. لما اجى الألف بعد القش اللبس جذر الكلمة صار استفهام. هل مثلا أنت هل تقرأ أنت باللغة الشركسية؟ بس هل باللغة العربية بيجي بأول الجملة استفهامي، باللغة الشركسية بيجي بآخر الجملة، بآخر الجملة. ويجا معناته أنت تقرأ. ويجا هل أنت تقرأ؟ إذن هذا الألف بعد جذر الكلام، مصدر جذر الكلام بصير بمعنى استفهامي. ألف استفهامي، ألف استفهامي.
إذا بنعيد الدرس بسرعة. غزيت جريدة، غزيت الجريدة التي، غزيت بما الجرائد الكثيرة، أدغماق صوت الشركس، صوت الشركس اسم جريدة يصدر في ميقواب. زج أميتيجا كلنا نقرأ زج أميتيجا تقواجة دسمة غازيت بو قرات خيج، تقواجة دسمة غازيت بو قرات خيج، يعني يصدر بالساكنين في قريتنا يصدرون الكثير من الجرايد. تاتا غازيتو أدغماقم يجا، الوالد يقرأ جريدة أدغماق، الجريدة الذي اسمها أدغماق. غازيتر ما يقوابقش دج، هذه الجريدة تصدر في ميقواب أي مايكوب يعني. نانا أدغب شسخريج آس، أمي تحب القصص الشركسية، أمي تحب القصص الشركسية. سري أدغاب زجا سيجا، وأنا أيضا أقرأ باللغة الشركسية. تحت مكتوب وأدغاب زجا ويجا، وأنت ضمير المخاطب وأنت. أدغاب زجا باللغة الشركسية ويجا هل تقرأ، ويجا هل تقرأ، استفهامي. أعزائي الطلاب، الآن ننتقل إلى الكلمات الواردة في هذا الدرس، وأرجو أن تحفظوا هذه الكلمات. هذه الكلمات مثلا غازيت جريدة، أما غازيتو الفتحة والواو بآخر الاسم بمعنى الذي، اسم موصول بمعنى الذي. شالو قوق آغر، او سلور، بساسو قصدك آغر. الأو هنا بمعنى الذي اسم الموصول. بساسة بنت، بساسو البنت الفتاة التي طبعا التي كلنا مثل بعض باللغة الشركسية، ما في تأنيث تذكير. بينما مع الفعل ظرف زمان، مع الفعل بصير ظرف زمان، نفس الحرف الفتحة والأو مع الفعل بصير ظرف زمان، بصير ظرف زمان. قلنا غازيت جريدة، غازيت جريدة. قرا طبعا في أول الكلام قرا منه، من فيه، قرا ما بيجي لحاله، بده يجي بعد فعل. قرا خ يأخذون منه، يستخرجون منه. قجا خ يستخرجون من أسفله. قرا الح يضعون فيه إلى آخره. قرا منه فيه، قرا هاي سابقا ما بتجي لحالها، طبعا بده يكون بعد في فعل. قرا. ميقواب معناته مايكوب، عاصمة الآدغة ميقواب، وفسرنا شو معنات ميقواب. قش كمان سابقة يسبق الكلام. القاف يدل على اتجاه الفعل، والشين يدل على ظرف مكان. قش خوخ خلق فيه، قش الآغ توفي فيه، قش جاغ درس فيه إلى آخره. إذن قش ظرف زمان ومكان، ظرف زمان ومكان. حصل يحصل فيه.
بعدين في بشسة. بشسة قصة. بشسة حكاية. كان البنات الصغار يتحلقوا حوالي جداتهم يقولوا بشسة قد فوات، يعني عملينا قصة. بشسة قد فوات معناته احكي لنا حكاية، مثل ما تقولي بشسة قد فوات. أدغاب زجأة. أدغاب زجأة باللغة الشركسية. أدغاب زجأة باللغة الشركسية. أدغاب زجأة باللغة الشركسية. بزا بيجي معناته لغة، بيجي معناته راصور، بيجي معناته وتر. وتر أيضا بيجي معناته ضلع. وتر الدائرة بزا بيجي معناته ضلع في الأشكال الهندسية. بزا إذن اللغة راصور وتر ضلع. هنا بزا الوارد في الدرس، هنا بزا لغة. بزا لغة. بزا لغة. كوا. كوا فعل أمر اذهب. فعل أمر اذهب. كوا فعل أمر اذهب. من عيد الكلمات أعزائي الطلاب. جازيت جريدة. جازيتو الجريدة التي بصير معناته الفتحة والواو بآخر الاسم بصير بمعنى الذي. أما مع الفعل بيصير معنى ظرف زمان. أنا مشكو بسزة. شكو شكا يأكل شكو بينما هو يأكل بسزة حاجة خرق إلى آخره. قرأ حدوث الفعل من ضمن شيء. قرأ حدوث الفعل من ضمن شيء. قرأ. ما يقاب. ما يقاب. ما يقاب. قش سابقة كمان يحصل فيه ظرف زمان ومكان. قش خو قش جاء. بشسة قصة. بشسة قصة. أدغاب زجأة باللغة الشركسية. أدغاب زجأة باللغة الشركسية. مثلا أدغاب زجأة قبشاء قبسات ما نتحدث باللغة الشركسية. بزا لغة راصور وتر. بزا لغة وراصور وتر. قوة اذهب فعل أمر اذهب قوة. الآن ننتقل إلى درس القواعد. درس قواعدنا اليوم هو نفس درس القواعد تبع الدرس السابق. قواعد صخر قواعد صخر قواعد صخر. درس القواعد الأشياء المتعلقة بالإنسان نسأل عنه بكلمة خط. والقواعد صخر أسماء الأشياء المتعلقة بالبشر نسأل عنهم بكلمة خط. والأشياء المتعلقة بالحيوان والنبات والأدوات وإلى آخره نسأل عنه بكلمة سد. إذن خط وسد أداة استفهام. خط أداة استفهام المتعلق بالإنسان العاقل، وخط يتعلق باسم استفهام عن الأشياء والحيوانات والجبال وكافة الجمادات الأخرى. إذن أسماء الأشياء قواعد صخر أسماء الأشياء المتعلقة بالإنسان من نسأل عنه بكلمة خط. أما المتعلقة بالحيوانات والنباتات والأدوات وكل شيء أنهار جبال سهول سد. سد ماذا أو سد أو سدا. سد أو سدا متعلق بالأشياء. أعزائي الطلاب إلى هنا ننتهي من هذا الدرس، والقواعد كثير سهل. أرجو أن تحفظوا هذه الكلمات وأن تكتبوا هذه الكلمات قدر ما تستطيعون. وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.